كلامي يهمك مع هشام أنس. ليه اخترت كلامي يهمك؟ علشان حاجات كتيرة في حياتنا محتاج ان احنا نتعامل معاها باهتمام بجد، ومحتاجين نغير حاجات كتيرة جدا جدا في حياتنا، سواء الشخصية او الاجتماعية او الدينية او العملية. وبالتالي فكلام يهمك، فاللي بيسمع كلمة كلام يهمك يعرف ان في حاجة جاية تهمه بالفعل، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العائلي، المستوى الاجتماعي، أو المستوى العملي العلمي، على المستوى الشخصي جدا، في لبسك، في أكلك، في شربك، في نومك، في لعبك، في دينك، في كل حاجة تهمك أو ما تهمك. كلام يهمك خلي بالك منه، ولما هتخلي بالك منه هتاخد نتيجة، ولما هتاخد نتيجة هترجع بفايدة، ترجع بفايدة على نفسك، على أسرتك، على مجتمعك، على عملك. فبالتالي هو كلام يهمك. فهي من زمان في دماغي، من صغري وانا بحلم بحاجات كتيرة جدا جدا، وانا بمشي في الشارع وانا بشوف المدرسة نفسي اشوف حاجات معينة، مش عشان انا شخص مميز، ولكن ولا بعترف ان انا مميز، ولكن هو ربنا بيدي لكل انسان حاجة معينة، فبيديني. بفضل افكر في الحاجة، هو بطبيعتي كده افكر هو ليه لا كذا، طب الاستاذ ما عملش كذا ليه، طب الناظر ما عملش دي ليه، طب الكذا ليه، طب لو عمل كذا يبقى صح، طب دي تبقى. فهو كده. فربنا خلق ناس مختلفة، فكل حد جواه حاجة معينة مش موجودة عند التاني. حلو قوي الحته دي. انت قلت كل حاجه انت بتقعد تفكر فيها ليه. انا ليه بقى؟ لا، هو احنا دي كانت من الحاجات اللي كنت حطيتها أساسية في موضوع كلام يهمك. هو احنا جينا ليه؟ احنا مخلوقين ليه؟ يعني ربنا خلقني ليه؟ احنا اتخلقنا ليه؟ احنا جينا للحياة ليه؟ هو انا مين؟ وانا ايه؟ المفروض اعمل ايه معايا؟ فربنا خلقنا ليه؟ اكيد خلقنا عشان حاجة معينة، والدليل ان هو خلقنا عشان حاجة معينة ان حضرتك انت في اول يومك مش زي وسط يومك، مش زي اخر يومك، وانت بتعمل اي حاجة انت بتعملها عشان حاجة معينة. اي حد بيعمل اي حاجة. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بتصور، بتتكلم. الراجل اللي ظبط الكاميرا ده هو عاملها عشان حاجة معينة، الاضاءة عشان حاجة معينة. فكل حاجة اتعملت عشان حاجة معينة. يبقى انا بقى اتعملت ليه؟ ده اهم سؤال في حياتك. يبقى في كلام يهمك اهم حاجة، اهم بداية هو احنا ليه اتخلقنا، ليه جينا، ليه. واحد يقول لك ايه انت هتتفلسف؟ مش هتفلسف ولا حاجة، احنا مش بنتفلسف. وماله ما لان انت تتفلسف. مش مشكلة، خلينا يعني. هو بس دايما في ناس ممكن تقول كده. احنا مش مش فلسفة، يعني هي معرفة سبب. انت لو بتسمعني دلوقتي فانت بتسمعني ليه؟ طب وانت لو هتقفل وتسيبني وتروح على حتة تانية برضك ليه؟ عندك حاجة معينة بتخليك تعمل الحاجة. وبالتالي اهم حاجة في حياتنا هو احنا ليه، احنا جينا ليه معايا. احنا ربنا خلقنا ليه، جينا في الحياة عشان ايه. مهم قوي. طب احنا بنضحك بشكل واحد، وبنبكي بشكل واحد، وبنحزن بشكل واحد، وفي واحد العصبية بشكل واحد عصبيته عالية، واحد عصبيته كذا، واحد رد فعل كذا، واحد بيشوف نفسه واحد يبقى في حاجة وراء مجينا، وجودنا في الحياة. احنا عمل زي ما يعني احنا اتعملنا عشان حاجة معينة ندور عليها بقى. يبقى احنا جايين في الأرض مش عشان نخرب فيها، ولا نفسد فيها، ولا ندمر، ولا نقتل، ولا نكذب، ولا جايين عشان حاجة حلوة، مش جايين عشان حاجة غلط. ومع ذلك ولما نعمل الغلط نعرف ان اللي خلقنا ده هو لو عملت غلط ورجعت له تاني بيسامحك، وبتبدأ سلسلة تانية. يبقى في حاجة احنا مش جايين وخلاص. فبالتالي لازم الإنسان يبقى كل خطوة في حياته محسوبة كويس قوي وبيعملها. اي كلمه بيقولها لازم تكون محسوبه قوي. اي كلمه بتسمعها انت مؤتمن على، مش على الكلمه اللي بتقولها بس، على كمان الكلمه اللي بتسمعها. يعني لو انت بتسمع ومش موافق فقول لي يا اخي، قول لي اللي صاحب شغل بقى، مدير،
صديق غيره. لو انت واحد بيكلمك في حاجه وانت مش مقتنع بيها، طب انت تقول له، دورك انك تقول له، لازم ما تسمعش وخلاص. حتى السمع وخلاص ده بقى كتير قوي، خاصه في الشغل. بتلاقي ناس يقول لك بيوافقك عشان انت صاحب شغل، عشان انت مدير، عشان انت كذا 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 كذا، وبعدين هم بينسوا كلهم ان كتر الاتفاق نفاق. لما تلاقي واحد كل حاجه بيقول لك نعم، ايوه ايوه حاضر، كتر الاتفاق نفاق. لازم يكون في راي تاني. ولذلك الناس وخاصه الاعلاميين هم بيغلطوا غلطات كبيره جدا مع مجتمعاتهم، مع الدول بتاعتهم. اي مكان مثلا بيتهيأ له ان هو لما يعني يبين الوزير صح ويعمل، يا عمي انت دورك اعلام، يعني بتعلم الاخر عن شيء ما، اذا فعله في عمله تعود بفايدة على عمله وعلى المجتمع. طب انت بتنافق ليه؟ ومش معنى النفاق يعني بقى دخلنا في نفاق سياسي، احنا مش بنتكلم في كده، احنا بنتكلم في منفعة عامة ليك، لكلمتك، للتصوير بتاعك، لعينك اللي ماشيه في كل حته ممكن تساعد بيها الناس. لان عينك بتساعد، ايدك بتساعد، رجلك بتساعد، عقلك بيساعد. فاني هو تفكير نعمله ان شاء الله بقى في كلام يهمك في كل حاجه. يعني هنخش في حاجات كتير قوي. طب خليني اسالك سؤال يا مستر. ازاي اعرف انا جيت ليه؟ لما تيجي لو فكرت وبتقول انا عايز اعرف انا جيت ليه، فلازم تسأل نفسك على حياتك العملية وانت بتعمل حاجات كتير قوي. انت بتعملها ليه؟ انت مثلا بتصحى الصبح ليه؟ عايز اروح شغل. عايز تروح شغل، يعني في كائن حي هو انت لازم تصحى الصبح عشان تروح شغل. ماشي، طيب الكائن الحي ده هو بقى نفسه في حد عمله؟ هو حد عمله؟ اللي خلق الانسان ده هو ربنا. في حد تاني جه قال انا خلقت الانسان غير ربنا؟ سؤال، هو سؤال بسيط عشان بس بردك في ناس لسه كان في حوار امبارح كان كله كده حاجه شروط كده. فاحنا ببساطه شديده، هل هناك احد ما جاء في العالم وقال ان هو اللي خلق الانسان وخلق الانسان ده عشان كذا؟ مفيش. يبقى في اله، يبقى هو خلقني، يبقى انا بقى هو اللي يقول لي، هو اللي اعرف منه انا جيت ليه. صح. يبقى انا اللي هعرف من اللي خلقني جيت ليه. زي ما انت بتصحى الصبح عشان تروح الشغل، انت لو سالتك يعني ايه شغل تقول لي والله ده انا عندي برنامج، او بتقول ده والله ده انا هقابل حد. يبقى في حاجه هو انت رايح تعملها، فانت قايم عشان تعمل حاجه معينه. يبقى انت الحاجه اللي بتعملها انت اللي عارفها. اللي عملنا ربنا، احنا اللي عملنا ربنا، اللي خلقنا ربنا هو عارف. طب لما اجي اسال هو خلقنا ليه، اساله بقى هو. زي ما هسالك انت بتعمل برنامج ده ليه؟ عشان عايز افيد الناس. انت اللي اشتريت كذا ليه؟ فانت عندك الرد عندك. ربنا خلقنا ليه؟ نشوفه بقى هو بيقول لنا خلقنا ليه. القصه ببساطه شديده في قصه الخلق. قصه الخلق تجعل فيها وهو ربنا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى هنا ربنا خلقنا كذا. طب ببساطه شديده بقى جينا ربنا خلقنا وهم بيقولوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ولا تعلمون. ما حدش يسمعني طبعا يقول لك ده الراجل ده هنخش حصه دين. ده مش حصه دين، ده حصه حياه فلسفه، حياه. يعني انا مش فنيجي نقول ايه بقى؟ طب ده بيقولوا هيفسد. طب هو في فساد؟ في فعلا فساد كتير جدا. انت كل ما تمشي تلاقي فساد. اللسان بيفسد، والايد بتفسد، والرجل بتفسد، والفتنه والعين وكل حاجه. والفساد مش معناه احنا بنتكلم على فساد ديني، ده فساد في كل اتجاه. ما هو انت واحد بيصنع مثلا مواد تخدر الشباب وتضيعهم، هو ده مش فساد؟ فساد بيضيع عقله بيضيع تلاقي حد جميل جدا ولا تحفه وبعدين تلاقيه مخدرات ضيعته، هو ده مش فساد؟ فساد. وهلم جرى معايا بكل اشكال وكل الوان موجوده في كل حاجه. طيب يبقى العكس الفساد ايه؟ الافساد في الارض اللي هو ربنا بيتحدى بيه الملائكه الاصلاح. طب ايه هو بقى الاصلاح؟ ايه هو بقى؟ انا جاي عكس اللي هو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي يعلمه الله وهم لا يعلمون. نيجي بقى نتكلم بقى ببساطة شديدة جدا، العملية مش عايزة فلسفة. لما حد لو انت عملت حاجة وممكن تتأنب فيها، انت في شغل او في الشارع وعملت حاجة ممكن تضايق اللي قدامك، ممكن يحاسبك ويأنبك، ايهم احسن؟ يأنبك ويضايقك ويحرجك ولا يرحمك؟ يعمل ايه؟ ايهم افضل بالنسبة لك؟ بالنسبة لنا الرحمة ولا التأنيب والتعنيف طيب الرحمة. يمسكك على جنب كده ويقول لك والله يا محمد انت عملت الحاجه ديت، انت عارف لو عملت الحاجه الفلانيه دي تكون احسن واحسن، ولا يمسكك يقول لك انت في وسط الناس ويفضحك؟ يبقى الستر احسن. يبقى دي التاني هو اسمه الرحمن، فكون رحمن. لما يرحمك، لما يستر عليك، لما يخش لك بالود كده، يضايقك ويشتمك وعفوا مش عفوا يقول لك انت ايه اللي انت بتعمله ده، ايه الكذا، ولا يجي يقول لك والله انت عارف لو عملت كذا كذا كذا، اللي هو الودود، يتودد ليك، يدي لك الحاجه بالحب. فيبقى احنا ربنا خلقنا عشان نرجع نساله خلقنا ليه، فهو خلقنا عشان نبقى خلفاء ليه في الارض. طب يعني ايه خلفاء لله في الارض؟ يا سيدي شوف اسماء الله هتلاقيها كلها جميله. الرحمن فكن رحمانا، الرحيم فكن رحيما، كن ستارا، كن ودودا، كن رقيبا، كن حسيبا، كن عليما، كن قادرا، كن مقتدرا، كن رزاقا، كن كريما. كل الصفات دي انت وانت بتعملها مفيش حد مش هيتبسط منها، وهي بتتعامل معاك مع حد عمرك ما هتزعل منها. يبقى احنا دلوقتي جينا عشان كده نبقى نطبق صفات ربنا في الارض بس. وحاجات كتيره طبعا، هو مش بس يعني عشان بس واحد لا يقول انا لك عارف، وما بس خلقت خليني الانس اسالك والجن انا سؤال. الا ليعبدون، ويقول لك هم خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ايوه، ايه هو العباده؟ كيف تكون العباده؟ كيف بالزبط. تكون العباده؟ العباده حاجات كتيره جدا. العمل احيانا صمتك عباده، احيانا كلمتك بقوه عباده، احيانا احيانا انك انت اجابتك في العمل عباده. زي ما قلت لك كل تطبيق صفات الله في الارض العباده، مش كده بس. ولذلك هو اذا قامت الساعه وكان بيد احدكم فسيله واستطاع ان يغرسها فليغرسها. الفاء اللي هي الترتيب مع التعقيب مع السرعه، خلص بسرعه. انت فهمنا حاجه ازاي؟ ما قالكش وان كان في يدك تسبيحه فلتسبحها او كذا او كذا او كذا. ده الاعمار في الارض. فهمنا حضرتك ازاي؟ فكل ما هو مفيد عباده، كل ما هو لطيف عباده، كل ما هو رحيم عباده، كل ما هو ستر عباده. العباده هي تطبيق صفات الله في الارض. زائد بقى زائد انك انت مثلا في فروض معينه، انت كل واحد ليه لكم دينكم ولي دين، كل واحد ليه دين اللي عايز، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الموضوع بسيط جدا جدا. انا مش بتكلم دلوقتي في الدين كل واحد براحته، ولكن احنا بنتكلم في كلام يهمنا احنا موجودين ليه، كلام يهمنا احنا المفروض نعمل ايه بس. هو ده المقصود. طب هشام أنس ماله؟ ليه؟ هشام أنس ما حدش عارف نفسه. احنا جينا ربنا خلقنا. انا اسمي هشام أنس دلوقتي. لو سألتني ولا اي حد بيسمعني ولا انت سألت نفسك انت فاكر الكام سنة اللي عدت في حياتك ديت؟ والله ما حد يعرف. حد يقدر يقول لي دلوقتي 60 سنة ولا 70 سنة ولا 65 ولا 37 ولا 25 ايا كان من بيسمعني، الكام سنة دول عدت عليه كام؟ حد يقدر يغمض عينه كده ويقول هم 20 سنة ولا 60 سنة عدوا عليه ازاي؟ انا حد اتولدت وربنا كرمني بأم طيبة جدا رحمة الله عليها، وأب كويس جدا الحمد لله رب العالمين، والاتنين توفوا. وعايش كل ما تقابلني حاجة بعمل اللي عليا وخلاص، ولا عمري عاوزت حاجة ولا بدور على حاجة غير ان انا الحاجة اللي انا بعملها اعملها كويس، اكون بعملها بإخلاص. اخلاص في عملك وخلاص معايا، اخلاص وخلاص. النتيجة ماليش دعوة بيها، تيجي زي ما تيجي ماليش دعوة. يعني انت مش شايف نفسك ان انت سبب ان في ناس كتير بقت شغالة بمقولاتك زي مثلا ايمان حب تركيز؟ ممكن في ناس، وممكن في ناس بتتضايق، الله اعلم. بس المهم ان وانا بعمل كده اكون مقتنع بكده، واشوف انه بالفعل مفيد للمجتمع، مفيد للشغل، مجتمع الشغل اللي انا بشتغله،
وانه على الاقل انه لو حتى لو من 1000 واحد ماشي بكمل. انا عارف ان حضرتك عندك راي على طول، يعني حاجه من الحاجات اللي انت كنت حكيتها لي قبل كده ان انت زعقت المدير بتاعك. ان انا ايه؟ زعقت المدير بتاعك قلت له انا ماشي. هو مش الناس ما زعق، عندهاش انا الجرأه سبته ان هي تعمل ومشيت. كده. انا سبته ومشيت. هيقول لك ايه ده، لا ما انا ما سبت اقدرش الشغل اعيش. ومشيت، قلت له مش هشتغل معاك. قلت بقول له انا لك ما ناس اقدرش كتير اشتغل ممكن معاك. تكون بتسمع الكلام ده هتقول ازاي يقدر يعمل كده، ما انا عندي فواتير، ما انا عندي عيالي، ما انا عندي. ما هو انت طالما انت عملت اللي عليك قوي وبتشتغل كويس جدا وعمال تشتغل وعمال تدي وبعدين هو الموقف ده انا كنت يعني كنت معدي كل اللي بيشتغلوا معايا ما كانش بيرقوا، كان بيرقش ما بيرقيش ما بترقاش انا. وبعدين لقيته بياخد مثل لواحد احسن من الناس اللي هم فوق مننا، فواخد واحد هو ضعف كتير، فعمال يديني تاسكس، عمال يديني حاجات واعديها كلها، اعديها. وبعدين بقول له هو انت حضرتك وانت وكان مديني تاسك بيقول لي ده وعملت ده، كان كل المكان اللي احنا بنشتغل فيه خربان وبايظ، خربان يعني حاجه مش عارفين يظبطوها. فلما ادهاني انا قلت له رحت قلت له انت ما رقتنيش ليه؟ انت ما بتترقاش ليه؟ انا عايز افهم بس ما بتترقاش ليه؟ ده الكلام ده في حاجه و90. فقال لي طب هدي لك الحاجه الفلانيه ديت تعملها، اذا عملتها هتنجح فيها. فعملتها له مسطره ومشيتها له مسطره، وبعدين بردك ما عملش. فاهمني؟ فانا كنت ستريت وخلاص، ما بعملش علاقات في الشغل، بمشي زي بحب اللفظ بتاع حمار شغل، ده حمار شغل خلاص. لفظ الحمار ده حتى الناس بتزعل يقول لك يعني حتى ربنا في القرآن يقول لك الحمار يحمل أسفارا، يعني التشبيهات ما فيهاش حاجة. فلقيته بياخد مثل بتاع حد أحسن من اللي فوق منه، فجاب واحد أضعف مني بكتير. طبعا ممكن واحد يقول لك أنت مين اللي قال لك أضعف وأحسن؟ ده كلام موجود في المكان اللي أنا فيه. فبيقول لي، فراح قايل لي إيه؟ أنا ما اخترتوش هو، لأن أنا لو انت اخترتك انت الناس كلها عارفه ان انا بحبك، فاكون اخترته على. قلت له بس كده خلاص، انا ما ينفعش اشتغل معاك، انا ما يشرفنيش ان انا اشتغل تحت المنطق الاداري ده، وسبته ومشيت ورحت مكان تاني بردك بدون ذكر اسماء. بردك قعدت فتره صغيره وسبته ومشيت. في خلال الثانيه اللي هو واحد زميلي كان مستأذن يتأخر وبيغير زراره الأخراني في الجاكيت بتاعه، وأنا ماشي أنت إيه؟ قلت له أنا ماشي وسايب الشغل. قال لي طب ده في مكان 4 شارع رمسيس، مكتب القاهرة للسفريات، من الناس في ممكن تقدم على كذا كذا كذا. قدمت وقبلت ودخلت هناك برضو نفس الحكاية، بمشي من مكان لمكان ماشي بإخلاص في عمل بتفق عليه واختلف عليه، اتفق مع من يتناسب مع القيم بتاعتك، من كان او ايا من هو يتفق مع ذلك، واختلف بس وفقا لمصلحه العام وماشي. عمري ما بصيت لحاجه غير الشغل، فربنا بيزقك من حاجه لحاجه، قدرك زي سوره الكهف لحد ما كذا بس. حلو جدا. طيب احنا كده خلصنا. احنا جينا ليه الحلقه الجايه؟ احنا مش خلصنا، احنا جينا ليه؟ احنا اتكلمنا شويه عنها بس احنا بنقولها ليه؟ عشان كل واحد يفكر ويدور على الاجابه بنفسه. ولكن احنا مش بنجاوب، احنا بنقول انه مهم قوي نعرف احنا جينا ليه. يعني يبقى الكلام اللي يهمنا دلوقتي، حضرتك يا اللي بتسمعنا، انت لازم تعرف انت جيت ليه، تعمل ايه، ولازم تعرف انه مش كل حاجه انت عايزها ممكن تعمل حاجات، تعمل كل مجهودك وكل طاقاتك انك عايز تاخد حاجه معينه وما تاخدهاش. صح. بس ما تقلقش، انت ما بتاخدهاش عشان بس اعمل اللي عليك وخلاص، وبعدين تتحرك لحاجه تانية، وتحرك وسيب نفسك لقدرك. اهم حاجه انك تعمل اللي عليك، اهم حاجه تفكر كمان بالراحه بهدوء، من غير ما تزعل من وجودك. بالراحه ببساطه اتعامل بلطف مع نفسك وبرحمه، ارحم نفسك واعرف انت جيت ليه ببساطه بس. لكن احنا مش جاوبنا عليها، ده موضوع كبير جدا. انا اصغر بكتير من ان انا اعرف اجاوب يعني، بس ولكن انا ممكن انوه على الموضوع، وكل واحد يدور بطريقته وبالراحه ويعمل حاله صفاء مع نفسه ومع اللي خلقه ويفكر بس، فربنا يدله على الطريق. طب ان الحلقه الجايه هنتكلم عن العمل؟ نتكلم على العمل ولا نتكلم على
نبدأ بقى نقول دورك ايه، نبدأ نجيب انت بقى يعني نقول انا في الأسرة الأول، وبعدين بعد الأسرة انا في المجتمع الصغير اللي هو سواء العمارة اللي أنا فيها، وبعدين الشارع، وبعدين المدرسة، وبعدين الجامعة، وبعدين العمل. نمشي بالترتيب، نمشي مع نفسنا. أنا مطلوب مني إيه كأب، مطلوب مني إيه كأخ، كبواب عمارة، كطفل. كمجتمع، من كله، من أولها لآخر، من طفولتنا لشبابنا لغيره لغيره، نمشي كده واحدة واحدة ونشوف الحاجات اللي نقدر نعملها إيه. بقول لي بس بقى يعني استنونا الحلقه الجايه. إن شاء الله.